كتفتحي انستغرام او تيك توك، كتلقاي شاب في عمره 20 عام دار اول مليون، بنت في نفس السن شرات طوموبيل احلامها، واخرين مسافرين ومبينين باللي حياتهم مثاليه وما فيها حتى غلطه. كدوزي يدك على الشاشه كيتجمعوا عليك الاسئله: وانا شنو درت في حياتي؟ علاش انا معطله؟ واش المشكل فيا؟ مرحبا بك فخ او وهم الانجاز السريع. في هذا الفيديو غنهضروا على الحقيقه المخفيه وراء هاد الشاشات، وكيفاش هاد الزربه وهميه وكتدمر لينا صحتنا النفسيه بلا ما نحسو. اول حاجه خصنا نفهموها هي ان صناع المحتوى او الناس في السوشيال ميديا كيبارطاجيو معاك النسخه الزوينه من حياتهم. كتشوفي اللقطه الاخيره ديال النجاح، ولكن ما كتشوفيش شحال من عام ديال التماره والفشل والدموع والسهر اللي دازوا عليهم. فاش كتقارني كواليس حياتك بمشاكلها وعيوبها مع لقطات النجاح ديال الاخرين، المقارنه كتكون ظالمه وغير عادله لراسك. ولاو الشباب دابا عايشين تحت واحد الضغط رهيب، خاصو يدير المشروع، طوموبيل والدار قبل 25 عام. هاد التوقيت وهمي وصنعته خوارزميات السوشيال ميديا، حيت هاد النوع ديال الفيديوهات هو اللي كيجيب المشاهدات. النجاح الحقيقي في الواقع كيبغي الوقت وتراكم الخبرات وتجارب فاشلة. ما كاينش شي حاجة سميتها النجاح بين ليلة وضحاها. الخوف من فوات الأشياء، داك الإحساس الدائم باللي قطار الحياة داز عليك، واللي الناس كاملين عايشين ومتقدمين إلا انتي واقفة في بلاصتك. هاد الخوف المستمر كيدير القلق، كيطفي الشغف، وكيخليك تبداي شحال من حاجة وتخليها في النص حيت ما بانش ليك النتيجة بسرعة. إذن كيفاش نحميو راسنا من هاد الوهم؟ أول حاجة خصك تعيشي بالتوقيت ديالك انتي. الحياة ماشي سباق مع الآخرين، كل واحد عنده رزقه والتوقيت الخاص به. ثانيا ديري ديتوكس رقمي، نقصي من متابعة الحسابات اللي كتحسك بالنقص والإحباط، وتبعي الناس اللي كيبارطاجيو الواقع الحقيقي بصعوباته ونجاحاته. ثالثا ركزي على خطواتك الصغيرة. النجاح هو استمرارية يومية في خطوات صغيرة، ماشي قفزة سحرية. وفي الأخير بغيتك تفكري باللي الوردة ما كتفتحش في نهار واحد، وكل حاجة زوينة في هذه الحياة كتحتاج وقت باش تنضج. ركزي على طريقك وحيدي عينيك من طريق الناس. إلا عجبكم الفيديو وحسيتوا به قاسكم، ما تنسوش تشاركوني آراءكم في التعليقات. واش حتى نتوما كتحسوا بهذا الضغط ديال السوشيال ميديا؟ ديروا لايك واشتركوا في القناة باش يوصلكم كاع الجلسات النفسية الجاية. تهلاو في راسكم.